بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الجمال على متابعيني ومشاهديني في كل مكان. انا فادية قاسم. النهارده هنعمل مع بعض عرق تريبيانكو. انا جايبه عرق هنا كيلو ونص، عمل كيلو ونص، يعني متوسط الحجم. طبعا الجزار حضرهولي ولفهولي كويس. انا جايبه هنا برضو معانا هنتبله بالملح والفلفل وجوز الطيب، مش اكتر ولا اقل. انا مش عايزه نحط له بهارات ملهاش اي لازمه. يبقى ملح وفلفل اسود وجوز الطيب هيديله طعم حلو قوي. هنخلطهم مع بعض ونبدا نتبل العرق زي ما انتوا كده شايفين. هنتبل العرق من كل جهه ومن كل ناحيه، يعني تكسيه كده من كل الجوانب زي ما انت شايفه كده. هنكسي العرق بالتوابل بتاعتنا وهنشوف هنعمل ايه مع بعض بعد كده. هنضيف اضافه واحده وهي معلقه المستردة. هتدهني كده المستردة برضو في كل جزء وفي كل جانب كده، بيضيف طعم حلو قوي للتريبيانكو. اللحمة الباردة بتبقى طعمها في منتهى الروعة. بعد ما تبلناها كده والتمام التمام، هنشوف هنعمل مع بعض ايه. انا جايبه هنا شبكه هنحطها عليها، تحتيها صينيه طبعا، وهندخلها التلاجة مش اقل من 12 ساعه. هتلاقي كل السوائل اللي فيها نزلت واتشمعت كده وبقت تمام التمام. تمام، بعد ما اتشمعت زي ما انتم شايفين كده، بعد 12 ساعه نزلت كل السوائل والدهون اللي فيها وتشمع معايا العرق زي ما انتم شايفين كده. ده بيساعد على السوى وبياخد من طعم البهارات اللي انا حطاها. كمان حبيت اوريكم الزيتون اللي انا خللته معاكم الفيديو اللي فات. شايفين الميه اللي بتنزل؟ حبيت اوريكم بس الميه اللي بتنزل بعد الفوران. بيقعد يجي اسبوع كده ينزل في ميه، وتفتحي عليه وتقفلي تاني هينزل برده في ميه، لغايه بعد اسبوع تشيليه ما يبقاش فيه اي حاجه. هنا جبت الجريل بتاعي، حطيت له شويه زيت كده ومعلقه سمنه وسخنته كويس جدا. يعني تسخني الجريل كويس جدا علشان العرق بتاعك ياخد لون من كل الجوانب. بعد ما سخنت نزلت بالعرق بتاعي زي ما انتم شايفين كده، وزي ما بقول لكم تصبروا شويه لغايه ما ياخد اللون وتقلبوه من الناحيه التانية. هنشوف مع بعض. تحاولي كده تهزيه كده عشان ما يلزقش منك. بعد ما اخد اللون شايفين هنبدا نقلبه من الناحيه التانية. وانت بتحضري كده وهو على النار، تحطي له بقى ورق لوري، روزماري، حبهان، كل ده بيدي ريحه كده، ريحه بسيطه كده للعرق، بس ما بيديش الطعم الطاغي اللي تحسي ان البهارات طاغيه على اللحمه بتاعتك. لا، بس تشمي ريحه كده وهو بياخد اللون بتاعك. شايفه اللون؟ اخد اللون التمام. تمام، بعد كده هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنحضر بقى الصينية بتاعتنا وفيها ورق فويل كده، وهنحط العرق بتاعنا زي ما هو كده من غير اي اضافات. العرق بس، وتلفي ورق الفويل كويس جدا. انا عايزاه يعني يتكمر كده عشان اي حاجة هيستوي منه فيه من غير اي اضافات. هيستوي منه، هينزل مية جوه الورق ده ويستوي جواه. هنحطه دلوقتي في الفرن عبال بقى ما نعمل الخلطة بتاعته. الخلطة دي في نفس الزيت والسمنة اللي عملنا فيها العرق. هننزل بقى ببصل، كام فص توم كده من غير ما تقطعيه ولا حاجة، طماطمايه كده مقطعة. لو عندك جزر ممكن تحطي جزرايه او بطاطسايه، بس الجزر طبعا الايام دي غالي جدا. يعني جايبه الجزر المره اللي فاتت ب40 جنيه، حاجه يعني اسعار ما شفتش زيها قبل كده، فممكن تستغني عنها. انا حاطه هنا بصل وزي ما بقول لك طماطمايه وكم فص ثوم. بعد حوالي ساعة بتطلعي اللحمة بتاعتك من الفرن، بتضيفي الخضار بتاعك فيه، وبتضيفي حوالي كوباية أو كوبايتين مية، وتغطيه كويس جدا، تكمريه كده بورق الفويل في الفرن تاني. الفرن حبيت أقول لكم بتحطيه على درجة 160، مش أكتر من كده. درجة 160 في الرف الأوسط لمدة مش أقل من 3 ساعات. هيستوي معاكي وهيبقى تمام التمام زي ما انت شايفة. شايفينه بقى لونه وجماله ودرجة السوا بتاعه بقى تمام التمام. هنشوف دلوقتي، هنقطع كده قطعة لسه وهو سخن كده، وهتشوفوا اللون بتاعه، لونه الروزي الجميل ده زي بالظبط بتاع المطاعم بالظبط.
طلع في منتهى الروعة ومستوي في منتهى الجمال. حبيت اطمن عليه كده قبل ما احطه في التلاجة. طبعا انا حطيته في التلاجة لتاني يوم علشان يبرد كده ويبقى واعرف اقطعه. جيت اقطعه، السكينه بتاعتي الصراحه لقيتها تلمه وبقت تقطع قطع زي ما انتم شايفين تخينه كده. المفروض اللحمه البارده بتتقطع خفيفه جدا ورفيعه قوي، يعني زي ورقه البفره زي ما بيقولوا. بتقطعيها دلوقتي، هنجيب سكينه كده حاميه ونقطعها. شايفين قطع رفنعه خالص كده. بعد ما تقطعي الكميه بتاعتك او تقطعي نصهم، تحطيهم في علبه في التلاجة وتستعمليهم، وتشيلي الجزء التاني تحطيه في علبه كده او في علبه في الفريزر لما تيجي تعوزيه. زي ما بقولك تحاولي تغيري لولادك كده، ما يبقاش جبن بس او حاجات تقليديه. تغيري كده كل كام يوم تعملي لهم سندوتش من ده بيبقى لذيذ. هنا الخضار اللي انتوا شايفينه ده بعد ما استوى حطيته في الميكسر، وممكن تحطيه بقى على وش السندوتش كده لو بيحبوه ولادك. ما بيحبوهوش ممكن تعمليه ساده. انا عن نفسي ما بحبش غير الساده، ما بحبش عليه اي اضافات، بحبه كده. يا ريت اللي يعجبه الفيديو ما ينسنيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معكم فادية.